السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في اول حلقه من التحدي اللي كيتسناه كلشي. من زيرو مبيعات حتى لعشرات المبيعات يوميا. هادشي غتشوفوه قدامكم، واحد التحدي اللي اول مره غيكون في العالم العربي، حتى واحد ما دارو قبل منا. كيستادي اللي هي لايف، ماشي داكشي اللي موالفين ديما. كيفاش جبت 20 كوموند في واحد البرودوي، كيفاش جبت 100 كوموند. هو كياخذ برودوي ديال 75 درهم كيبيعوه ب 150 وكيجيب لي ليد وكيجي كيوريك داكشي مريكوردي. لا، هادشي كامل غيكون قدامك، وماشي بحال دوك الفيديوهات اللي دازو في يوتيوب اللي كيديروا الاغلبيه. كيفاش كنقاد ستور، كيفاش كنطلق كومبين، داكشي كامل ولاو الناس عارفينه. الناس دابا ولاو باغيين كيفاش يقدروا يطبقوا داكشي بواحد الطريقه اللي هي عمليه. بغاو يشوفوا كيفاش انت كدير في الطريقه ديال الخدمه ديالك، بغاو يشوفوا البروسيس قدامك. هاد الامور هما اللي غنحاول نوصل لكم في هاد التحدي. كلشي غنديرو قدامكم. غنختار البرودوي قدامكم، غنقاد ليه الكرياتيف قدامكم، غنقاد البرودكت بيج قدامكم، غنطلق الادز وغناناليزي الداتا، وحتى غيبانوا لك انه لي ليد جاو والكوست باش جاو. كل شيء غتشوفوا قدامك، والا ما جاوش لي ليد اشنو غنديروا. كل شيء غنديروا. هاد التحدي فيه 8 ديال الحلقات. الحلقه الاولى هي هذه، غنقلبوا فيها على البرودوي وغنوريكم المعايير اللي خاصهم يكونوا في البرودوي، اشنو الحوايج اللي خاص يكونوا في البرودوي باش يكون واحد البرودكت اللي هو وينين. هادشي كامل غتشوفوه معنا اليوم. وباقي الحلقات غيكون فيهم كيفاش تقاد الكرياتيف، غيكون كيفاش تقاد البرودكت بيج. كل محور غنديروا ليه حلقه، ولكن كان غارونتي لك انك اذا كملتي هاد التحدي من الاول حتى الاخير غتولي عارف الطريقه الصحيحه كيفاش تخدم الاي كوميرس. ماشي داكشي اللي سوقوا لك من قبل ولا دوك الطرق الغالطه اللي كيسوقوا لك من قبل. داكشي علاش كنقول لك الا كنتي باقي ما درتيش لايك، حاول دير لايك وخلينا شي كومونتير وتبع معايا هذا الفيديو حتى الاخير. هذا الفيديو كنصورو حاليا مع 2:30 ديال الليل تقريبا، دابا 2:31 ديال الليل. يلا كنصور هذا التحدي. عرفتي علاش ما بغيتش ناجل باقي؟ حيت اجلنا بزاف، وهذا التحدي خاص الحلقه تلاح اليوم. يعني كنصورها اليوم السبت غتلاح الحلقه دابا مع 2 ديال الليل كتصور، وغدا ان شاء الله يعني اليوم السبت دابا 2 ديال الليل غتلاح الحلقه ان شاء الله مع 8. الا وصلاتك هذه الحلقه وكنتي دابا كتفرج كتشجيع لنا باش نزيدوا الحلقات الاخرين ونزيدوا نتقاتلوا على هذا المحتوى، دير لايك ودير كومونتير وخلينا نبداو. هاد التحدي غنبدا معاكم من الصفر، غندير راسي بحال انا ما عارف والو، وغنمشي معاكم خطوه بخطوه حتى نلقى اول برودوي ونوصل به ل 10 ديال لي كوموند في النهار. اغلبيه ما كيعرفش كيفاش كيقول لي ما لقيتش اول برودوي ديالي. ديما كنتيستي في لي برودوي ما لقيتش حتى شي برودوي خدام، ما غنقدرش نوصل بواحد العدد ديال لي كوموند. هادشي اللي غنشرح لك في هاد التحدي. غنشارك معاك كلشي، كيفاش غنختار المنتج، كيفاش غنقاد ليه الكرياتيف، كيفاش غنقاد صفحه الهبوط، وحتى كيفاش غنطلق الادز، وحتى كيفاش غادي ناناليزي الداتا من بعد ما حيت اغلبيه كيطلقوا الادز ولكن ما كيعرفوش كيفاش ياناليزيو الداتا. علاش؟ حيت حتى واحد ما كيشرح لهم هذه المرحله. وحتى كيفاش ناكدوا لي كوموند، حيت كاين اللي كيجيو لي كوموند وما كيعرفش كيفاش يكونفيرمي معاهم. واهم مرحله هي كيفاش نحسبوا الارباح، حتى هي غادي نركزوا عليها. هاد السلسله غادي تكون واحد التطبيق اللي هو قدام عينيك باش تشوف ان النجاح في لي كوميرس راه ماشي شي حاجه اللي مستحيله. خاصو غير تكون عندك واحد الاستراتيجيه ديال الخدمه اللي واضحه وتنضبط عليها، وكل نهار تخدم والنتائج غادي يجيو بوحدهم. وهذا الشيء غتشوفوه معنا في التحدي اليوم. كنضمن لك انك الا كملتي هاد التحدي من الاول حتى الاخير غادي تحلوا لك عينيك على التجاره الالكترونيه. تولي عارف كيفاش تقدر دير على الاقل 15000 درهم ارباح ديالك في الشهر. وهذا الشيء الا كنتي مبتدئ. 1,500,000 ديالك في الشهر 15000 درهم غتولي عارف كيفاش تقدر ديرها 1500 دولار من التجاره الالكترونيه. ولكن الا تبعتي هذا الشيء اللي غنقول لك، كاينين 3 ديال الشروط ضروري يكونوا فيك باش تنجح في هذا التحدي. اول شرط هو انك تتبع التحدي من الاول حتى الاخير، يعني من الحلقه الاولى حتى الحلقه الاخيره. واي حاجه قلناها خاصك ضروري تطبقها باش تشوف نتائج، حيت التطبيق هو سر النجاح. راه واخا تبقى تتفرج فيا حتى العام الجاي ولا من مورا 10 سنين الا ما كنتيش كتطبق ما غتشوفش نتائج. ثاني شرط هو انك تحط سيستيم ديال الخدمه اللي تقدر تنضبط عليه على حساب انت شحال عندك ديال الوقت في النهار وشحال تقدر تخصص لهذا المجال. يعني تحط واحد السيستيم ديال الخدمه اللي مناسب ليك انت الا كنتي كتخدم في النهار وكتسالي مع 6 غتحط واحد السيستيم ديال الخدمه انك مثلا تخدم من 8 حتى ل 11 ديال الليل، تجي مع 6 تسرح شويه تبدا الخدمه مع 8. والا كنتي كتخدم بالليل غتحط واحد السيستيم ديال الخدمه انك تحط واحد 3 سوايع ديال الخدمه في النهار. يعني غتحاول تقاد الوقت اللي مناسبك انت ماشي اللي مناسب الناس الاخرين.
ثالث شرط هو تخدم بقاعده 20% في النمو ديالك. هاد القاعده اللي كنعلمها لاي واحد انا بغيتو ينجح في الاي كوميرس، كنقول ليه خاصك ضروري هاد القاعده ديال 20%. وهاد القاعده ما عمرني شفت شي واحد كيشرحها في الويب المغربي ولا حتى في الويب العربي. هاد القاعده هو انك تبدا صغير وتبدا كتكبر بشويه عليك، تبدا كتزيد كل شهر ب 20% وغادي تصدم من النتائج اللي غتوصل ليهم. اشنا هي بعد هاد القاعده ديال 20%؟ حيت كاين اغلبيه غيقول لي ما عرفناهاش، غنبدا غنشرحها هي الاولى. ديما خاصك في قاعده 20% تبدا بواحد الهدف اللي صغير بزاف، ثم تبقى كتطور فيه كل شهر، كتزيد بواحد النسبه ديال 20%. بلاصه ما تبدا النهار الاول تقول انا بغيت ندير 100 كوموند في النهار، بدا النهار الاول قول انا بغيت ندير 2 ولا 3 بارك عليا، وكل شهر غتزيد بواحد النسبه ديال 20% وتطور من المشروع ديالك تدريجيا. كتبقى كل شهر كتزيد ب 20% وانت غادي كتطور. وخذها قاعده مني، لا تستخف بأي بداية، فكل شجرة عظيمة كانت بذرة. يعني أي شجرة دابا كتشوفها كبيرة وعندها شي 20 عام ولا 30 عام والشجرة دايرة الظل، راه واحد النهار كانت غير زريعة، كانت غير بذرة. يعني ان ديك الشجره كانت بذره ولات واحد النهار واحد الشجره اللي هي عظيمه. حتى انت دابا يلاه بادي واحد النهار غتحقق واحد النجاح كبير الا صبرتي على راسك. شتي ديك الشجره اللي كتبان لك شجره راه كبيره، راه ضربات واحد 5 سنين 10 سنين 20 عام. نفس الحاجه داك الشاب اللي يلاه بادي اللي هو انت، فاش غتضرب 5 سنين راه غتوصل شي نتائج اللي ما عمرك كنتي كتصورهم، ولكن الا خدمتي بقاعده 20%. علاش بالضبط قاعده ديال 20%؟ لانها واقعيه وقابله للتحقيق. يعني كتحط واحد الهدف اللي قابل للتحقيق وواقعي، ماشي كتجي تبدا وتقول لي شوف هاد الشهر بغيت ندير انا 1000 كوموند، هاد الشهر بغيت ندير انايا 100 مليون، هاد الشهر انا بغيت ندخل مليار. نسى عليا دوك الاحلام ونسى عليا دوك الاوفر ماركتينغ، وتبع معايا هادشي اللي غنقول لك، حيت هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الخدمه وما كيدوم غير المعقول. وانا غنوريك الطريق الصحيح اللي ممكن تخدم عليه وتحقق نتائج. هاد الطريق علاش مزيانه بعدا تاع 20%؟ حيت كتحفزك على التحسن المستمر، يعني ديما كتبقى كتطور بشويه. اهم حاجه كتمنعك من الاحتراق الذهني، يعني كتمنعك انك تحبط، ولا انه الاحتراق الذهني هو تبقى خدام بزاف. كتحط اوبجيكتيف مثلا دير 1000 كوموند في الشهر الاول، كتولي خدام بزاف، كيوصل لاخير ديال الشهر كيلقاك ما درتيش حتى 100 كوموند صحيحه، كتدمر كتحترق، كتجلس عام ما كتخدمش. اغلبيه كنشوفهم كيتقاتلوا شهر وكيجلسوا عام. السبب ديالهم هو انهم كيحطوا اهداف اللي هو كبار وكيبغوا نتائج اللي هما كبار، ما كيوصلوش ليهم، كيتحطموا وكيطيحوا. كيجلس عاوتاني عام، كيبدا عاوتاني يتقاتل شهر، وكيجلس عاوتاني عام وما عمره كيوصل للنتائج. رابع حاجه، هاد القاعده كتساعدك على انك تحافظ على التركيز والصبر. وهاد الجوج حوايج ضروري باش تنجح في اي تجاره، ماشي غير التجاره الالكترونيه، سواء التجاره الالكترونيه ولا التجاره في الواقع، فراه ضروري من التركيز والصبر حيت هما مفتاح النجاح. كيفاش تطبق هاد القاعده ديال 20% في البيزنس ديالك؟ اول حاجه خاصك تحدد نقطه البدايه، يعني تحط واحد الهدف الاول ديالك. انت كواحد مبتدئ حط واحد الهدف اللي هو صغير، حط هدف ديال 3000 درهم كل شهر. وفاش كنحطوا واحد هذا الهدف ديال 3000 درهم كنقسموه الاهداف اللي هما صغار. شنو هي 3000 درهم؟ هي جوج ديال لي كوموند كل نهار، جوج ديال المبيعات يوميا اللي كتربح في كل وحده 50 درهم. يعني جوج مبيعات يوميا كل وحده كتربح فيها 50 درهم كتساوي 100 درهم، و100 درهم في 30 يوم هي 3000 درهم. انت دخلتي 3000 درهم في الشهر. دابا حطينا واحد الهدف اللي هو شهري، قسمناه لمهام يوميه وغنبداو خدامين عليه. وديما نقولها لك وعقل عليها، النهر العظيم يبدا بقطره مطر، فلا تستهن بنجاحاتك الصغيره. يعني داك الواد اللي كتشوفه كيدي دوار، كيدي معاه مدينه، كيغرق مدينه، ديما بدا بواحد القطره ديال المطر. ما جاش الواد وتكب من السماء علاش كالواد، لا، بدا بقطره مطر، وهذيك قطره في قطره كونوا لينا واد. داك النجاح الصغير 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 ديالك كل شهر كتزيد بنجاح صغير، نجاح صغير، نجاح صغير. واحد النهار غادي يكونوا لينا واحد الشخص اللي عنده واحد النجاح اللي هو كبير. ثق في راسك وامن براسك وطبق هادشي اللي كنقول لك، وكان غارونتي ليك غتوصل لشي نتائج ما عمرك كنتي كتخيلهم. قاعده التطور، كل شهر خاصك تزيد ب 20% من النتائج فقط. خاصك ضروري تطبق هذه القاعده على الربح الشهري ديالك. كل شهر غنزيد ب 20%، الارباح اللي كندخل هذا الشهر غنزيد الشهر الاخر ب 20%. نبداو مثلا باش نوريك هذا التطور كيفاش كيكون وتشوف النتائج ديالو. غنوريك الشهر الاول بديتي الهدف ديالك هو انك تدخل 3000 درهم، خاصك دير جوج ديال لي كوموند في النهار
كل يعني غيخليو لك جوج ديال لي كوموند ارباح ديال 100 درهم في النهار. الشهر الثاني زدتي ب 20%، الشهر الاول زدتي 3000 درهم، الشهر الثاني يلاه غدير 3600 درهم، وبلاصه ما دير جوج ديال لي كوموند غدير جوج ونص ديال لي كوموند، يعني غيخليو لك واحد 120 درهم ديال الربح في النهار. بلاصه ما تدخل 100 درهم ديال الربح في النهار في الشهر الاول غتدخل 120 درهم في الشهر الثاني. واش هذه غتجيك صعيبه؟ الا مثلا انت الشهر الاول قلت لك دخل 100 درهم في النهار، الشهر الثاني قلت لك غتولي تدخلها 120 درهم في النهار، واش غتجيك صعيبه؟ الا نشرحها لك، الا قلت لك الشهر الاول كدير جوج ديال لي كوموند في النهار، الشهر الثاني قلت لك ولي دير جوج ديال لي كوموند ونص، يعني مثلا اليوم دير اليوم درتي جوج، غدا دير ثلاثه، اليوم دير جوج، يعني غتولي تزيد بكوموند في يومين. واش صعيبه عليك؟ ما صعيباش. وما يقولش ليا شي واحد كيفاش غنقدر ندير انايا جوج ديال لي كوموند في النهار. جوج ديال لي كوموند تقدر ديرهم غير بماركت بليس بلا كاع ما تطلق الادز ولا غير فري ترافيك. عندي بزاف الدراري كنعرفهم كيديروا جوج ديال لي كوموند، كيديروا اكثر، كيديروا 5 6 ديال لي كوموند بالفري ترافيك، كيلوحوا الكونتنت وكيشدوا لي كوموند ولا بماركت بليس، يعني ساهله بزاف. الشهر الثالث غادي تزيد ب 20% على الشهر الثاني، يعني بلاص ما دخل 3600 درهم غتدخل 4300، يعني مازال وصلنا حتى 3 ديال لي كوموند، يعني تقريبا يلاه وليتي كدير واحد 3 ديال لي كوموند في النهار. الشهر الاول بديتي كدير جوج ديال لي كوموند في النهار، الشهر الثالث يلاه وليتي كدير 3، الشهر الرابع يلاه وليتي كدير 3 ونص، الشهر الخامس يلاه وليتي كدير 4 ديال لي كوموند في النهار. وغتقول لي وانا بديت ب 3000 درهم دوزت 5 ديال الشهور يلاه وصلت 6000 درهم في الشهر، وكنت كندير جوج ديال لي كوموند يلاه وليت كندير 4. وبزاف انا كنمشي ثقيل، وفين هي ديك مليون دولار؟ فين هي ديك 100 مليون اللي كيسوقوا لينا؟ نقول لك تبع معايا واصبر، راه النجاح هو خطوات اللي هي صغيره. ما عمر النجاح كيجيب مره واحده، ما عمرك غتبدا اليوم وغدا غدير 100 مليون، ما عمرك غتبدا اليوم وغدا غدير مليون دولار، لا، كتبدا بنجاحات اللي هما صغار، ودوك النجاحات كيدوك النجاحات اللي هما كبار. غتقول لي دابا واحد السؤال غيجيك في بالك، كيفاش انا غادي نتطور؟ انا كندير هذا الشهر جوج ديال لي كوموند في النهار، اشنو غيخليني ندير في الشهر الاخر 3 ديال لي كوموند؟ غنقول لك تبع معايا، انك كتنضبط وكتخدم كل نهار وكتعلم كل نهار، هذا الشيء اللي كيخليك كتزيد في النيفو. حيت فاش كتكون كتطبق، انت مثلا كدير جوج ديال لي كوموند في النهار، دوك جوج ديال لي كوموند كديهم لشركات الليفريزون، في شركات الليفريزون كتلاقى مع واحد السيد مثلا جايب واحد 20 كوموند، كتقول واو كيفاش دار ليها، كتشوف البرودوي اللي خدام عليه داك السيد، كتمشي كتسول هذاك السيد كتقول ليه عافاك كيفاش كتطلق الادز؟ غيقول لك شوف راه كنطلق الادز بهذه الطريقه وكندير هذه الطريقه، وتسولو عافاك ملي كتقدا السلعه؟ كنتقدا السلعه، غتبدا كتنيتورك، غتبدا كتعرف ناس، فاش تبدا كتولي كدير 3 ديال لي كوموند، كتولي كتمشي عند الشماله كتريح معاهم، كيولي الجمال كتقدا عنده، كتبني معاه علاقه، كيقول لك شوف راه كاين هذا البرودوي كيتباع، راه غندخل واحد السلعه جديده اللي بغيتي تخدم عليها، كتولي كتكسب الثقه ديال الجمال. واهم حاجه راه الثقه ديال الجمال هو حراس المال اللي هو ثاني، غتولي من بعد ما تكسب الثقه ديال الجمال غيطلقك في السلعه تتبيع، هذا غترجع هكا. هذا الشيء هو اللي غيخليك كتزيد بديك 20%، هذا الشيء هو اللي غيخليك كتطور. راه ماشي انت بوحدك غتزيد ب 20%، الا بقيتي جالس بلاصتك ما غتزيدش ب 20%، ولكن الا بديتي كتطبق دوك العلاقات اللي غتكتسب، ديك المعرفه، غتولي عارف فين كيتباعوا برودويات جداد، غتولي عارف شنو البرودويات اللي كيتباعوا، غتولي عارف استراتيجيات البيع. علاش؟ حيت بديتي كتطبق بشويه بشويه. وهنايا شوف بديتي ب 3000 درهم في الشهر الاول، من مورا 6 شهور غتلقى راسك يلاه وصلتي 7000 درهم كتدخلها في الشهر، ولكن من مورا 12 شهر ركز معايا ها باش مزيان. الشهر الاول دخلنا 3000 درهم، الشهر الثاني دخلنا يلاه 3600 درهم، قليله بزاف في الاي كوميرس، ولكن اجي تشوف معايا الا صبرنا بالنجاح ديال 20% مورا 12 شهر غتلقاك كتدخل 22284 درهم، يعني كدير تقريبا واحد 15 كوموند ليفري في النهار. 22000 درهم هي راه واحد الصالير اللي ما كيدخلوه احسن وظيفه في المغرب حاليا، راه ما كتدخلش تقريبا هذا الصالير، يعني واحد الصالير اللي هو محترم في المغرب في الوظيفه المغربيه، واحد الصالير اللي هو مزيان قدرتي انت تدخله مورا عام ديال الخدمه كتزيد ب 20%. وهذا السيستم الا تبعتيه ما عمرك غتحطم. علاش؟ كتزيد باهداف اللي هما صغار وكتحط ديما هدف صغير. الا زدتي الشهر الاول 3000 درهم، الشهر الثاني غدير 3600، غتجيك ساهل انك كدير 3600. وحتى الا ما درتيش 3600 غدير 3400، ديك 200 درهم ما غتحطمكش. ماشي بحال الا قلتي هذا الشهر خصني ندير 20000 درهم، جيتي درتي مثلا 3000 درهم غادي تحطم، راه كاين فرق كبير. ولكن الا جيتي درتي قلتي هذا الشهر غندير 3600 ودرتي 3400 غتجيك عادي وما غاديش تحطم. واجي نقول لك دابا هاد 3000 درهم كيفاش كتطور. بدينا في الاول بالشهر الاول 3000 درهم، وصلنا من مورا 12 شهر لجوج المليون و 4000 ريال، يعني
تقريبا 22000 درهم و284 درهم مورا 12 شهر. هادشي اشنو؟ ما جاش بواحد التغيير اللي هو مفاجئ، جاب فقط واحد التطور اللي هو تدريجي، كل شهر كتزيد ب 20% بشويه بشويه حتى وصلتي هذا النجاح. بديتي بمبيعات يوميه، انتقلتي من 2 ديال المبيعات حتى ل 15 مبيعه في النهار. هادشي ما خلاكش تضغط على راسك وتقول انا خصني ندير 100 مبيعه في النهار وتبدا تقارن راسك مع دوك الناس اللي كيديروا 100 مبيعه. هادشي جا بدون ضغط على نفسك ولا حتى مقارنه سامه مع الناس اخرين كيديروا 100 كوموند في النهار ولا 1000 كوموند. خدام انت بدي زوبجيكتيف ديال راسك، ما كتقارن راسك مع حتى واحد، ونجاحات اللي هما ديالك انت. اجي نوريك دابا هاد النجاحات الا بقيتي كتزيد 20% اشنو غيوقع لك من مورا عامين، مورا 24 شهر. الا كملتي بنفس النمو ب 20% شهريا، مورا 13 شهر غتلقى راسك كدير 26740 درهم، يعني اكثر من 2 مليون ونص. مورا 14 شهر غتلقى راسك كدير 32000 درهم و88 32088 درهم، يعني 3 مليون و40000. واجي شوف ليا من مورا عامين 24 شهر غادي تولي كدير 165000 درهم و235، يعني تقريبا واحد 5000 درهم، اكثر من 5000 درهم كديرها ارباح يوميه، اكثر من 5000 درهم ارباح يوميه. هادشي اللي كيعطيك 16 مليون ونص في الشهر. غتولي مورا عامين بديك 20% كدير اكثر من 16 مليون في الشهر. شتي النجاح؟ النجاح كيجي بشويه. هادشي ما عمرك غتلقى شي واحد شرحو لك في الويب المغربي، وكنتحدى انه شي واحد يشرح لك هادشي. وهذا الشيء هو اللي بالضبط وريته للدراري معايا في الكوميونيتي وفهموا هذه القاعده وبداو كيتطوروا بشويه بشويه بشويه، والحمد لله بداو كيشوفوا نتائج اللي هي مزيانه وغاديين كيتطوروا بالقاعده ديال 20%. اجي نوريك النجاح الكبير. دابا بدينا لك مورا عام وريتك مورا عامين، ولكن ما كتخيلش معايا فين غتوصل من مورا 5 سنين. نفس القاعده ونفس الوتيره، يعني غادي غير ب 20% بشويه عليك. اللي شافك الشهر الاول الشهر الثاني غيقول هذا غا كيخربق وغادي بشويه. لا، في السنه الخامسه غادي توصل اكثر من 1,000,000 درهم في الشهر، يعني غتولي دير اكثر من 1,000,000 درهم في الشهر. يا سيدي غتولي دير اكثر من 100 مليون شهريا ربح صافي الا حافظتي غير على 20%. ولكن هذا الشيء ما جاش من الشهر الاول ولا الشهر الثاني ولا الشهر الثالث، من مورا 5 ديال السنين. واش انت قادر تنضبط على هذه القاعده ل5 سنين؟ قادر تصبر ل5 سنين؟ انا تمنيت انه ولو جا شي واحد وراني هذه القاعده النهار الاول كنت غادي نبوس ليه راسو وغنشكره بزاف. وقررت نبدا لكم بهذه القاعده قبل ما نبدا لكم في الحصه ديال البحث عن المنتجات، حيت القاعده اهم بزاف. هذه الاستراتيجيه مهمه باش تنجح في المجال ديال التجاره الالكترونيه ولا اي مجال اخر. وديما كنقولها لك، النجاح لا ياتي دفعه واحده، بل هو نتيجه تراكم خطوات صغيره تؤخذ كل يوم باصرار. النجاح ما عمره كيجيب مره واحده، النجاح هو تراكمات ديال خطوات صغيره كديرهم كل نهار، واحد النتيجه ديال واحد الانضباط كتنضبط كل نهار، واحد السيستم ديال الخدمه حاطو وكتنضبط عليه. هادشي ما غيوريه لك حتى واحد، هادشي الا عرفتيه غادي توصل لشي حوايج ما عمرك كنتي كتخيلهم. القوه في هذه القاعده اشنو؟ الشهر الاول كيبان لك داكشي اللي كدير صغير بزاف، جوج ديال لي كوموند في النهار، ولكن من مورا سنه وليتي كدير 15 مبيعه يوميا، مورا عامين وليتي كدير اكثر من 100 مبيعه يوميا، مورا 5 سنوات غتولي من كبار التجار الالكترونيين. وهذا الشيء بلا ما ديموتيفا، بلا ما تحطم، بلا ما تدخل في البورن اوت ولا تحتار، يعني بديتي بواحد الاستراتيجيه ومشيتي عليها وبديتي كتكبر بشويه بشويه. وهذه الاستراتيجيه باش كيمشيو الناس كبار التجار اللي كاينين حاليا في السوق. الا شتي كبار التجار اللي كاينين في السوق فراه هذه الاستراتيجيه باش خدامين. دابا غنبداو في الحلقه ديالنا، والحلقه اللي كيتسناها كلشي. حاولت نختصر لكم بزاف ونعطيكم كل مره قبل الحلقه غنعطيكم شي استراتيجيه بحال هكا، نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتك هذه الاستراتيجيه ما تنساش دير ليا كومونتير وتقول لي واش بغيتي نبقاو ندوي لك على هذه الاستراتيجيات. واحد حاجه اخرى، الا بغيتوا الحلقه الثانيه نحط لكم فيها بحال هذه الاستراتيجيه، حاول توصلوا هذا الفيديو ل 10000 مشاهده في 24 ساعه و200 كومونتير. قادرين ديروها بارطاجي مع اي صاحبك تقدر تعاونوا وغادي نوصلوا ليها. دابا غنبداو في الحلقه ديالنا. هاد الحلقه غنوريك الطريقه الصحيحه كيفاش تقدر تلقى واحد البرودوي اللي هو خدام، كيفاش تقلب على البرودوي وشنو هما المعايير اللي خاصك تحترمهم. الخطا اللي كيديروا اغلبيه الدراري فاش كيبداو التجاره الالكترونيه هما انهم فاش كيبداو يقلبوا على شي برودوي خدام كيبداو يقلبوا في كاع المجالات. كتلقاه يقلب في المجال ديال المطبخ، داخل يقلب في المجال ديال الحيوانات، داخل يقلب في المجال ديال الملابس، وداخل يقلب في المجال ديال الكوزميتيك. اشنو النتيجه؟ كتلقاه غير كيتشتت وكيضيع الوقت ديالو قدام بيسي وهو كيقلب، في الاخير ما كيلقى حتى شي برودوي خدام وما كيوصل حتى شي نتيجه. اول قاعده، الا بغيتي تلقى منتج رابح خاصك تتخصص في مجال واحد،
وانا في هذا التحدي قررت نتخصص معكم في مجال ما كيدوي عليه حتى واحد المجال اللي خدامين فيه الدراري بالدق والسكات وكيضربوا بزاف ديال الفلوس، وانا جيت نبارطاجي معكم هذا المجال باش تعرفوه حتى نتوما. هذا المجال تقدر تيستي جوج ديال البرودويات تلقى فيهم واحد خدام. الا تبعتي هادشي كنقول لك وتقدر تيستي برودوي وتلقاه خدام، اول برودوي ديالك تيستي وتلقاه خدام. علاش؟ حيت هذا المجال ما فيهش منافسه اللي هي كبيره ومجال اللي جديد وماشي اي واحد يقدر يخدم فيه. واهم حاجه هذا المجال تقدر دير منه براند. كلشي فيكم باغي يدير براند، كلشي باغي يكبر براند ديالو، كلشي باغي يخدم خدمه اللي هي نقيه. هذا المجال تقدر دير فيه براند وما تحتاج تسورسي سلعه من برا، ولا ما تحتاج انك تسنى تدخل السلعه في 20 يوم. ولا البرودوي ديالك غيولي يتقاد في بلادك وتقاد الكونتيتي اللي بغيتي وانت تتحكم في الكونتيتي، وما عمرك غتسنى ستوك انه يوصلك ولا غيتشد لك في الديوانه. هذا المجال بعيد كل البعد على داكشي اللي كيدوي عليه كلشي ديال الكوسميتيك، برودويات ديال درب عمر والتليجرام اللي ولات فيهم واحد المنافسه غير شريفه. ها اللي كيهبط الثمن، ها اللي كيشفر الكرياتيف وبزاف، كلشي منافسه غير شريفه ولات في البرودويات ديال درب عمر والتليجرام. اليوم غنوريك كيفاش نقدروا نلقاو منتج رابح في هذا المجال خطوه بخطوه. بغيتك دابا تقول لي اشنو المجال اللي طاح لك في بالك غندويو عليه، كتبها لي في كومونتير قبل ما ندوزو لهذا المجال. اشنو هي اهميه التخصص في مجال واحد؟ التخصص في مجال واحد كيسرع من عمليه فهم السوق والتطور وخلق عرض مغري. يعني كتولي تقدر دير تسويق افضل، عارف زوايا اقوى، وكتقدر تحط عروض اقوى، وهذا الشيء اللي كيخليك تشوف نتائج اسرع. علاش؟ انا مثلا تخصصت في المجال ديال الملابس، غنولي فاهم المجال ديال الملابس. هادشي اللي غيخليني نقدر نماركتي في داك المجال. علاش؟ حيت فاهم فيه. فاش كنولي نفهم في واحد المجال نقدر نسوق ليه بواحد الطريقه اللي هي احسن، ونعرف زوايا اللي ما يقدرش يدوي عليهم حتى واحد، ونعرف الزوايا اللي خدامين فيه. هادشي اللي كيخليني صعيب انه شي واحد يدخل معايا في المنافسه. كنكون فاهم المجال ديالي، وفاش كنكون فاهم المجال ديالي كنعرف انني ملي نجيب سلعه بثمن رخيص. الا بقيت خدام في واحد المجال لمده طويله كنعرف لي فورنيستور الكبار، كنبني معاهم علاقات. هادشي كيخليني نجيب سلعه بثمن رخيص. هادشي اللي كيخليني ندير واحد العروض اللي هما اقوى، اللي ما يقدرش ينافسني فيهم واحد يلاه بادي. داكشي علاش كنقول لكم تخصصوا في مجال واحد. هذا المجال اللي اختاريناه حنايا، اختارينا المجال ديال البرودويات اللي كيتصايبوا في المغرب، مجال الصناعي، مجال ديال البرودويات اللي كيتصايبوا في المارشي ديال المغرب. وبالضبط اختاريت انا كنخدم في المجال ديال الخشب والالومنيوم، والمجال ديال البرودويات اللي كيتصايبوا من ام تي اف حتى هما. شنو هما ديال المميزات ديال هذا المجال وعلاش اختاريت هذا المجال بالضبط؟ فيه منافسه ضعيفه، الطلب ديالو متزايد بالجهد، وفيه واحد الهامش ديال الربح اللي هو كبير. الناس كيشريو بالجهد وواحد الهامش ديال الربح كبير. يعني يقدروا يشريو عندك بواحد الثمن طالع، تقدر تبيع برودويات ب 500 درهم 600 درهم وتجيك كوست فيهم ديال دولار ولا اقل. يعني كاين واحد البروفيت اللي هو كبير، والبرودويات ما كتحوش عليك بواحد الثمن اللي هو طالع. الشروط الاساسيه لاختيار المنتج. باش تختار منتج في هذا المجال خاصك ضروري يكون كيحترم شي معايير. اول معيار هو ان هذا المنتج يكون كيحل شي مشكل اللي هو واضح، ولا هذا المنتج تكون به واحد الميزه اللي كدير الاعجاب. شنو هي ميزه كدير الاعجاب؟ فاش غتوريني هذا المنتج غنقول واو كيعجبني. اي واحد شاف داك المنتج غيقول واو، واخا يكونش كيحل ليه واحد المشكل ولكن غيعجبو انه يديرو كديكور في الدار عنده ولا في بيت النعاس. ثاني حاجه هذا البرودوي خاصو يكون يتباع بين 200 درهم و 650 درهم تقريبا. هادو هما البرودويات علاش كنخدم انا غالبا. رابع حاجه هذا البرودوي يكون سهل الفهم وسهل الشرح. خامس حاجه غير موجود بكثره في السوق، ما يكونش كلشي خدام عليه هو موجود. والميزه ديال هاد المنتجات انه حتى واحد ما خدام عليهم وتقدر تخدم انت بوحدك. سادس حاجه مناسب للشحن والسريع ولا يتكسر. يعني تقدر تخدم عليه ساهل انك تليفريه وتقدر تليفري دغيا. يعني برودوي صغير قادر يتليفرا وما كيتهرس. ما تمشيش تخدم لي على برودويات اللي فيهم الزاج ولا حيت كيتهرسوا. هذا مثال ديال واحد البرودوي كنا خدمنا عليه. كما شتي برودوي طاح لينا بثمن اللي هو رخيص، قادينا عند مول سي ام سي وحتى خدمنا عليه حنا بوحدنا. حتى واحد ما قدر يدخل علينا في المنافسه. علاش؟ اللي شاف هذا البرودوي ما كيقولش كاع بلي كنصايبو، كيقول بلي كندخلوه. كيمشي كيقلب انه كيفاش يدخلو، ما كيلقاش كيفاش، كيبقى كيتسنى. خدمنا في المارشي بوحدنا وقدرنا نضربوا منه فلوس اللي هي مزيانه. هذا مثال واحد ديال البرودوي، كاينين بزاف ديال البرودوي اخرين. اشنو هما المواقع فاش كنقلبوا على هذه المنتجات؟ كنقلبوا في اد ليبروري، كنقلبوا في بنتيرست، كنقلبوا في امازون، كنقلبوا في تيك توك، كنقلبوا في ايتسي، كنقلبوا في تيمو، وكنقلبوا في طوباو.
هادو المواقع اللي كنقلبوا فيهم على البرودويات. غادي نوريك كيفاش كنقلبوا في كل موقع. دابا وصلنا للمعقول، غنبارطاجي معاك كيفاش انا كنقلب على هاد البرودويات، وغنعطيك الاستراتيجيه اللي انا كنخدم بها، وغنقلب قدام وغنختار واحد جوج ديال البرودويات اللي هما غنخدم عليهم، وغنوريك كيفاش غنقاد لهم الكرياتيف في الحصه الجايه، وغنوريك كيفاش نقاد لهم برودكت بيج، وغنتيستيهم وغتشوف النتائج قدام عينيك. كلشي غتشوفه قدام عينيك، غنوريك الواقع اللي ما عمر شي واحد غيوريه لك. ايوا تبع معايا، وما تنساش الا كنتي باقي ما درتيش فولو، ولا كنتي باقي ما درتيش لايك وكومونتير، ديرهم دابا، حيت الا وصلتي هذا الفيديو لكثر من 10000 مشاهده في 24 ساعه، ووصلتيه لكثر من 200 كومونتير، غادي ندير لك الحلقه الثانيه ديال الكرياتيف يوم الاربعاء القادم. يعني ما غاديش نعطلها وما غاديش نعكس، على عكس الا ما وصلش لهذا الشيء غادي يشدني العكس، وغنقول لاش انا كندير هذا الشيء وما كيستافدوش منه الدراري وما كنشوفش واحد التفاعل. دير كومونتير ودير لايك وتبع معايا باش تشوف كيفاش غنديروا هذا البروسيس قدام عينيك. دابا غنبداو في البحث على البرودويات اللي غنخدموا عليهم. قبل ما نبداو، من بعد ما عرفتوا النيش اللي غنخدموا عليها وعرفتوا كلشي كما كتعرفوا عليا، انا اي طاب غنديرها ولا اي حاجه كنديرها في البيزنس كنديرها مضبوطه وكنديرها مرتبه باش كلشي يكون واضح قدام عينيا، واي حاجه تكون مضبوطه، ماشي تبقى خدام بالعشوائيه. ديرها في بالك، العشوائيه ما عمرها كتوصل للنجاح. حط واحد السيستيم ديال الخدمه كلشي يكون مضبوط قدامك. هاد الجوجل شيت هو فين كنظم الريسيرش برودكت ديالي. الا ما كانش عندك واحد الجوجل شيت بحال هكا كتنظم فيه الريسيرش برودكت، صعيب انك توصل للنتائج. انا غادي نشرح لك كيفاش كيخدم. واحد القاعده، واحد الحاجه اخرى اللي كيسولوني فين غنلقاو كيفاش غنديروا ليه، اسيدي انا هذا غنعطيه لك كادو من عندي وغنعطيه لك فابور، غير خدم الله يسهل عليك. غير تبع معايا دابا كيفاش غنخدم به. كما كتشوفوا كاين هنا الكيورد. شنو هما الكيورد؟ هما الكلمات المفتاحيه اللي كنقلب بهم في كل بلاتفورم على هاد النيش. هاد جوجل شيت راه مختص بهاد النيش بوحدها. مثلا تيك توك، بينترست، يوتيوب شورت. باش الكيورد باش كنقلب بالفرنسي، ها الكيورد باش كنقلب بالاسبانيونيه، ها الكيورد باش كنقلب بالانجلي، ها الكيورد باش كنقلب بالعربيه. غتقول لي واش كتقلب بهاد اللغات كاملين؟ باش نقلب على برودويات اللي غابرين خاصك ما تقلبش غير بلغه واحده، ولكن يكونوا عندك بزاف ديال الكيورد وبزاف ديال اللغات. وهذا الشيء اللي شفتوه معايا نتوما هنايا. ها الكيورد واش كنقلب في الاد لايبراري ونفس الحاجه بزاف ديال اللغات. ها الكيورد واش كنقلب في ايتسي وامازون، كل بلاتفورم عندها لي كيورد ديالها اللي كتجبد لنا برودكت. ها الكيورد باش كنقلب 1688، يعني خصني ضروري نقلب بالشينويه. هكا كنولي نجبد واحد العدد ديال لي برودويات اللي غابرين اللي حتى واحد ما طايح عليهم. الا كنت كتقلب غير بالعربيه وبداكشي باش كيقلب كلشي ما غتجبد والو. وهاد الكيورد حنايا حاولنا كل مره كنشوفوا لي كيورد اللي خدامين لينا مزيان. راه هاد لي كيورد هنايا تقريبا كاينه واحد اكثر من 200 كيورد كاملين، دي كيورد اللي خدامين بالجهد غيجبدوا لك برودويات هو غابرين حتى واحد ما طايح عليهم. كما قلت لك كاين هنا الكيورد، كاين هنايا برودكت فاليداسيون. هنا فين كنفاليديو البرودوي. فاش كنلقى واحد البرودوي كنجي كنحط اللين ديال البرودوي هنايا، كنختار البلاتفورم فاش لقيتو، واش الاد لايبراري ولا بينترست ولا امازون ولا تيك توك. من بعد كنجيو نشوفوا اكثر البلاتفورم اللي كيعطينا برودويات. اكثر البلاتفورم اللي كتعطيني برودويات انا هي بينترست. من بعد كنقاد داك البرودوي اللي اختاريت، كنحاول نجمع لي كرياتيف كاملين اللي كاينين عنده في الويب، وكنحاول نحطهم في واحد الدرايف، وكنحط اللين ديال داك الدرايف هنا. علاش؟ فاش كنبغي نقاد الكرياتيف لهذا البرودوي، نجي مثلا مورا ما درت الريسيرش برودكت، كنجي كنلقى عندي واحد جوجل شيت جامع فيه واحد 4 ديال البرودويات اللي عجبوني، جامع لي كرياتيف ديالهم حاطهم هنا قدامه. هنا كاين واش هذا البرودوي كاين في مروكو ولا لا، واش ديجا خدام عليه شي واحد في المغرب ولا لا. الا خدام عليه كدير يس، الا نو كدير انت اول واحد تخدم عليه كدير نو. كاينه هاد الداتابيز. اشنو هي هاد الداتابيز؟ كنحطو هنايا كنجمعوا الداتابيز ديال لي ستور كاملين اللي يعجبونا. مثلا كندخل كنسباي مثلا في الاد لايبراري، كنلقى واحد الستور، واحد الباج مثلا مسكينيه في هاد النيش ولا عندها برودويات بحال النيش ديالي كتخدم. ماشي كل مره انا كنبدا نقلب بالكيورد، كنجمع واحد الليسته ديال لي باج اللي كيخدموا نفس النيش ديالي، وكنحط شحال عدد ديال لي زادز اللي تاقين مثلا. وهنايا كنشوف نحط واش خدام هاد الباج، واش اكتيف ان اكتيف. كل اخر مره قلبت عليها كنشوف واش اكتيف. مثلا حطيتها المره الاولى كانت اكتيف، دازت واحد السيمانه لقيتها ولات ان اكتيف، كنديرها ان اكتيف. عاوتاني ولاو خدامين كندير اكتيف، كنحط النمبر ديال لي زاز اللي طالقين، كنحط هنا اللين ديال الستور ديالهم، وهنا اش من ماركت فاش خدامين. واش خدامين هاد الباج في الجزائر، خدامه في الهند، خدامه في مصر، خدامه فين خدامين. هادشي فاش غينفعني فاش المره اخرى غنجي ندير ريسيرش برودكت، غتولي عندي واحد الداتا. ما غنوليش كنقلب في الاد لايبراري بالكيورد، ولكن غنقلب عند هاد لي باج، غنلقاهم زادوا برودويات، غنلقاهم كيتيستيو برودويات، غنلقاهم واحد البرودوي سكيلاو فيه.
هادشي غيعاوني انني نتباطا عليه باش نعرف البرودويات اللي خدامين، باش نعرف لي كرياتيف اللي خدموا ليهم، باش نعرف الزوايا التسويقيه اللي خدموا ليهم، ونقدر داكشي نجيبو نخدمو انا في المغرب. حيت يقدروا يكونوا هما مثلا خدامين هادشي في اليو اس، ولا يكونوا خدامينه في الجزائر، ولا في المهم على حساباش من دوله فاش خدامين. دابا تكونوا فهمتوا هاد الجوجل شيت. كما قلت لك هاد الجوجل شيت غنبارطاجيه معكم كامل. ما يمكنش ليا نشرح لكم مثلا، ما يمكنش ليا نبقى نقلب في الاد لايبراري مثلا، حيت هادشي اللي بقيت نقلب انا نجبد برودوي في الاد لايبراري ونجبد برودوي في بنتيرست، على الاقل كل بلاتفورم غدير لي واحد ساعتين حتى 3 سوايع. داكشي علاش غنوريكم طريقه الخدمه في الاد لايبراري، غنوريكم طريقه الخدمه في بنتيرست، في ايتسي، في تيك توك. وانتم هذيك طريقه الخدمه كل نهار ديروا مثلا انكم تقلبوا في بلاتفورم. انت راه عندك الوقت كل نهار عطي ساعتين للبلاتفورم قلب فيها، ولكن غنوريك انا طريقه الخدمه في كل بلاتفورم، وغنختار بلاتفورم وحده غنركز عليها هي فين غنجبد البرودويات اللي انا غنتيستي. نبداو بالاد لايبراري. باش غادي غنبداو نقلبوا اخويا بالكيورد اللي قلت لكم. ها انتم غنمشي للكيورد، غنمشي مثلا ها هما الاد لايبراري، غندير ديكور ياك، غندير ديكور ونبدا كنقلب. فاش كندير ديكور كنجي هنا كنأكتيفي لي فلتر، كندير اللغه العربيه، كندير لي ترقيم قبل 3 ايام، كنشوف بعدا شكون هما المنافسين ديالي، اشنا هما اللي البرودويات علاش خدامين. بداو يطلعوا لي دابا بزاف لمحبي الأساس الخشب. يطلعوا لي بزاف لي برودوي ديال بزاف ديال الناس منافسين ديالي خدامين. كنبدا كنقلب شويه عليا، كناخذ وقتي الكامل وكنفهم المارشي. ها انتما كتبدا كتقلب. ها انت انا ما عرفتش هاد الخداع تسالي صابا كل المشاكل ديالو وباش يعجبني اكثر ما كديرش بزاف. ها انت شوف غتلقى بزاف دابا ديال لي برودوي. زيد 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 غتلقى بزاف. حنايا ما غنجبدو حتى شي برودوي غنمشيو نديرو في الجزائر باش ما يتقلقوش عين الدراري اللي مسكينين في المغرب. غندير الجيري باش ما يتقلقوش عين الدراري، يقول لك لا جبدتوا لينا لي باج ديالنا وحشومي عليك. نحاولوا نتجنبوا هاد المشاكل. وانت كتبقى دير الدول بحال هكا وكتقلب وتجبد في لي برودوي. ها وكتبدا كتقلب في الكيورد حتى كتكمل. ها واحد البرودوي ممكن تصايب، كتبدا تقلب في الكيورد حتى كيكمل وكتعاود تجيب كيورد اخرين. ها واحد البرودوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد رسول الله. غنمشي ناكتيفي لي فلتر كما قلت لكم هنايا. غندير العربيه، غنمشي غنمشي هذه ما بغيناهاش، نمشي ندير التاريخ 3 ايام. كنبدا كنقلب. ها كنبدا كنقلب بحال هكا. نفس الحاجه كتقلب بالكيورد ديال العربيه، بالكيورد ديال السبليونيه. فاش كنبغي نقلب مثلا بالكيورد ديال السبليونيه، ولا الكيورد مثلا ديال الفرونسي ولا ديال الانجلي، كندير هنايا اول، كنبدا كنقلب. فهمتي؟ ما كنختارش الدوله بالضبط. ها مثلا ها انت نمشي نهز واحد الكيورد هنا مثلا ديال السبليوني ديال الانجلي مثلا. هذا كنبدا كنقلب هنا. علاش هنا كيبان مره كنطيح في برودويات اللي ما خدام عليهم حتى شي واحد، خدام عليهم غير انا. ها انت كتبدا كتقلب بحال هكا. ها شتي عندك 50000 ريزورس. كندير هنايا، انا ما نفلتريش كاع. كنجي هنايا ندير الناس اللي طالقين مثلا واحد. فاش كنقلب بشي كيورد اللي كبيره مثلا كندير الناس اللي طالقين مثلا قبل سيمانه. كنجي هنا كندير بحال هكا الناس اللي طالقين اكثر من 3 ديال لي زاز. كنخدم بهاد اد سبارو هنايا باش نفلتري الناس اللي طالقين اكثر من 3 ديال لي زاز. وكنبدا كنقلب سير 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 سير. وبداو يطلعوا لي دابا برودويات. كتبدا كتقلب حتى يبداو يطلعوا لك برودويات هنايا تقدر تخدم عليهم. والسر في هذا الشيء كامل هو تبقى تعطي الوقت وانت كتقلب، تبقى بشويه وانت كتقلب حتى يبداو يطلعوا لك برودويات. انت تبقى تعطي الوقت وانت كتقلب. نقصوا هنا العدد. سير 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 سير. كتلقى
فايناليزاس ديال الالعاب. كتبقى غادي كتقلب بشويه عليك. هاد الطريقه كنجبدو بها بزاف ديال لي برودوي، ولكن خاصك تعمق في التقلاب وتبدا تقلب كل كيورد بوحده. تا واحد الطابله هنايا. دابا تكونوا فهمتوا كيفاش تقلب في الاد لايبراري، تكون فهمتي مزيان. دير مثلا خشب. انت باش نجبد لك شي برودوي كاع هنايا بعجاله من هنا باش تفهمني. يعني دابا نجبد لك شي برودوي اللي ممكن يخدم في المغرب. هذا نمشي للفلتر، ندير اناميا، غنمشي نرجع واحد من للنور، ندير بحال هكا. ها انت سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت، أولهن البقرة طاردة للسحرة، موضوعها هاد البرودوي هذا تيستي يخدم لي. النفاق والصوم. هذا كبير. كرهتي بالديكورات اللي بقيت ها هو ديكور سير تيستي يخدم لك. ها هو ساهل. شحال فيهم، واش رايك بحاجه برو؟ زيد تقلب لك مازال على برودويات اخرين تلقى بزاف. راك دايما تخمم ولا راكي دايما تخممي؟ تلقى بزاف ديال لي برودوي. انت غادي كتقلب شويه عليه كتبقى هابط بحال هكا وتجبد. مرحبا بكم خاطر في جيناكم على خدمات مجرده نديرلكم. تبقى هابط بشويه عليك. اهم حاجه هو انك تعطي الوقت الكامل للتقلاب. انا بغيت نوريك كاع لي بلاتفورم داكشي علاش ما نقدرش نعطي مثلا ساعتين ديال التقلاب، ولكن انت تقدر كل نهار تعطي ساعتين لكل بلاتفورم تقلب فيها وتقلب مزيان. قد ما انت عطيتي الوقت وتعمقتي وبدلتي لي كيورد غتجبد برودويات اكثر. هاك ها واحد البرودوي اخر. إذا ها انت كنت تحضري لدارك جديدة ولا الجهاز تاعك لازمك تدي معاه شاريو فيلينا طاولة التقديم مصنوعة من الخشب الأحمر تقدري تستعمليها في الضيافة. ها انت شتي لي برودوي تبارك الله. هذا برودوي حتى هو غيكون خدام تقدر تصايبو عند اي نجار. اوكي دابا غندوزو نقلبو في حاجه اخرى، نقلبو في بنتيرست. احسن بلاتفورم كنحماق عليها انا هي بنتيرست. غنمشيو غنقلبو لي كيورد ديال بنتيرست. فين خليناهم؟ ها هما ديكور خشبي بسيط. شوف كندير هنايا ديكور خشبي بسيط في بنتيرست كتطلع لي الغراق ديال لي برودوي. شوف ها انت شوف شحال ديال لي ديكور راه يعني بزاف ديال لي برودوي هنايا. تقدر تخرج من بنتيرست مئات لي برودوي وينين. وبنتيرست غنخليها حتى الاخير حيت غنرجع عليها هي عشان نخدم، يعني هي اللي غنجبد منها دابا برودويات. غنوريك الخدمه ديال تيك توك. تيك توك غتمشي لتيك توك بحال هكا، غتدخل غتقلب هنا في الفيديوهات ديكور خشبي بسيط، غتهز هاك الكيورد كتحط. ها انت كيبداو يطلعوا لك الفيديوهات. ها انت شتي ها انت كتبدا كتجيب يطلع لك لي برودوي هنايا. شتي ها انت ها برودوي اخر وكتبدا غادي كتقلب بحال هكا. هذه فيها الجاج، حاولوا تجنبوا لي برودوي اللي فيهم الزاج حيت كيتهرسوا. دابا انا كل ها انت داك البرودوي اللي كنا خدمنا عليه ها هو واحد البرودوي كيشبه ليه هذاك داير، هذا مستطيل. دابا كل بلاتفورم راه حاط لك الكيورد ديالها. مثلا بقات ايتسي مازال ما وريتك ياك. ها انت ايتسي غتجي غتهز الكيورد ديالها. ها انت تمشي لايتسي دير هنا هاك. ها انت ها برودوي زيد وتبدا كتقلب كل بلاتفورم كتقلب بها في هذه الطريقه وكتجبد منها برودويات وكتيستيهم. دابا نتمنى نكون وضحت لك كيفاش كتقلب في كل بلاتفورم. واهم حاجه هو كتعطي الوقت. فاش كيعجبني شي برودوي مثلا في الاد لايبراري، ها انت مثلا هذا عجبني، شنو غادي ندير؟ هاد الباج مثلا لقيتها ان دخلت عندها
لقيتها مثلا مسكيليه في هذا البرودوي عندها. المهم ماشي مسكيليه، تلقى فيه 8 ديال لي زات. هاد الباج غنحطها في الداتابيس ديالي، غندير ليها كوبي بحال هكا باش نبقى كل مره كنقلب عليها، ما ندخلش نحطها هنايا، ندير لها كونترول في هكا نكبر. شحال ديال لي زات طالقه 8. واش اكتيف؟ ستور، اللينك ديال الستور ديالها، غندخل للستور، نهز هاد الليان وغادي نحطو عندي بحال هكا. غنمشي كاع نقص الليان باش ما يبقاش. المهم نتوما راه عرفتو. هنايا اش من ماركت فاش خدام في الجيري. صافي بكل بساطه. المره اخرى جيت مثلا كنقلب، ما غنبقاش نبدا نقلب في الاد ليبراري مثلا، عارف لي باج اللي كيخدموا هاد النيش، غندير بحال هكا كونترول في غطلع ليا نيشان هذيك الباج عاد كنقلب. شتيها ها هي، وقطلعوا لي كاع لي باج اللي ديالهم، ماشي حيت ما عندهمش غير باج وحده، عندهم باليه بزاف. فهمتي باش كتنفعنا هاد الداتا. بروداكت اسيدي عجبنا فاليدينا، مثلا عجبنا واحد البروداكت مثلا في ايتسي ياك، ولا عجبني واحد البرودوي مثلا في فين عجبني واحد البرودوي عجبني واحد البرودوي في بنتيرست مثلا، عجبني مثلا هذا. كنهز اللين ديالو، كندير لينك بروداكت كنحطو هنا، بلاتفورم فين لقيتو ها هي بنتيرست، كنحط هنايا. كنمشي نجمع كاع لي كرياتيف اللي كاينين هذا البرودوي. فين غنجمع لي كرياتيف؟ غنجمعهم نهز السميه ديال داك البرودوي، نقلب عليه في تيك توك، نقلب في بنتيرست، نقلب في كاع لي بلاتفورم اللي وليت نقلب في يوتيوب، نقلب في اي بلاتفورم نقدر نلقى فيها الكونتنت. غنحاول نقلب على كونتنت ديال هذا البرودوي بالسميه ديالو، غنولي كنقلب بالسميه ديالو ونجمعهم في واحد الدرايف. واش كاين في المغرب؟ الا كاين نيس، الا ما كاينش نو. طريقه الخدمه سهله ومنضبطه. فاش غتسالي الخدمه اغلبيه فيكم كيبقى كيدير ريسيرش برودكت وكاع ما كيعقل على البرودويات اللي عجبوه قبل. ولكن هنايا فاش غدوز واحد 3 سوايع ديال الخدمه غتلقى عندك واحد الداتا، وهذيك الداتا تقدر تخدم بها غدا، تقدر تخدم بها بعد غدا. يعني فاش غدوز واحد المده غتولي باني واحد الداتا اللي انت قادر تخدم بها. دابا غنمشيو لبنتيرست، غنمشيو نقلبوا بالكيورد حنا ديال بنتيرست. غنمسح هادشي كامل ياك، ونمشي نقلب بالكيورد ديال بنتيرست، نمسح هادشي. دابا غنمشيو نقلبوا في البلاتفورم معشوقه الجماهير اللي هي بنتيرست. كنحماق انا على هاد البلاتفورم علاش؟ حيت فيها بزاف ديال لي برودوي، واي برودوي دخلتي ليه كيلوحك لبرودويات اخرين، هكا كتولي غادي كتعمق فيها. تبدا تقلب عادي بالكيورد، كتمشي هنا كتمشي للكيورد ديال بنتيرست، كتجيب مثلا شي كيورد اللي كتبان لك انت مزيانه، مثلا ديكور خشبي بسيط، كتلوح هاد الكيورد هنا وكتقلب بها، كيبداو يطلعوا لك ديكورات ياك، كيبداو كيطلعوا لك ديكورات بحال هكا. كتدخل مثلا هاد الديكور عجبني، ولا نشوف شي ديكور انا اللي يعجبني، مثلا نشوف هادي باش كتنفع. هادي ديك اللعيبه فاش كتهز الورد صراحه زوينه، اغلبيه الناس كيحتاجوها في لي باركون اللي كيكون عندهم باركون ولا. اوكي تبدا غادي كتقلب بحال هكا، برودوي كيلوحك البرودوي انت كتقلب. ها شتي هادي كتهز الورد، كتهز كتا، اغلبيه الناس كيحتاجوها وديكور زوين. في هذا الريسيرش ديالي غنحاول نختار جوج ديال البرودوات، واحد يكون فيه ديك واو يعني شي حاجه كتعجب بنادم ما كتحلش شي مشكل ولكن كتعجب بنادم، وواحد البرودوي يكون كيحل مشكل. فاش كنكون كنقلب كنبقى كنقلب بالكيورد، راه بطبيعه الحال هادشي كياخذ وقت اللي هو طويل، ولكن راه هاد الوقت كتعلم فيه وكتقلب وكتكتشف برودويات. يعني الا كنتي كتعطي ساعتين كل نهار انك تقلب في بلاتفورم غتولي فاهم لي برودوي وعارف بزاف ديال لي برودوي وجامع واحد الداتا. يعني حاول تقلب وتعطي الوقت، ما تكونش زربان، عطي الوقت بشويه عليك انت فين زربان، ها تتقلب بحال هكا باش انت كتقلب غتبدا تفهم برودويات، غتلقى برودويات اللي خدامين. شوف هذا شنو يسمى، هادو كيصايبوا طاولات اللي كيتجمعوا
صراحه افكار اليوم مزيان. هاد القضيه ديال هاد الطاولات اللي كيتركبوا بلا فيسات بلا والو هي فكره اللي خدامه بحال هادي دابا. الفكره ديال هاد الطاوله شتيها كتركب بلا فيسات بلا والو، غير كتمونطا يعني كتجمع من هنا وكتجمع من هنا. الفكره ديالها زوينه الصراحه. نحاول نقلب على شي وحده اللي تكون بحالها ولكن سهله. السير تبقى كتقلب بحال هكا. هاد التقلاب راه كياخذ لك وقت، كتحاول تبقى تقلب بالكيورد وانت غادي بشويه عليك انت ما زربان. انت كتبقى تقلب بحال هكا كما قلت لكم. هاد التقلاب كياخذ وقت طويل، داكشي علاش غنحاول نحبس الريكورد حتى غادي نقلب نفس الطريقه باش غنقلب بالكيورد وغنبقى غادي. ها انت ندير مثلا كيورد ديال السبليونيات واش غيطلعوا ليا، حيت الا قلبته بالعربيه ماشي الا قلبته بالسبليونيه يعني كيطلع لك شي حاجه مختلفه. ها انت شوف برودويات مختلفين تماما، ماشي داكشي كنطلع ليا. كما قلت لكم نحاول نقلب على بزاف نحاول نقلب بالكيورد. هادشي غياخذ ليا وقت، ما يمكنش نتوما تبقاو كتسناو كتشوفوا فيا. دابا عرفتوا الطريقه، غنحبس الفيديو حتى نلقى برودويات ونوريكم كيفاش لقيتهم واشنو الكيواز باش لقيتهم باش ما يجيكش الفيديو طويل. الشباب احنا رجعنا لكم تاني من بعد نصف ساعه ديال البحث. جبدنا شي برودويات واعرين بجد. انا عجبوني هاد البرودويات اللي جبت، والله ما تخيلوا شحال عجبوني. شوف معايا، شوف اول برودوي هو هذا الكرسي كيطوال الحيط وكيعاود يتحل. هاد البرودوي لاش كيصلح الناس اللي عندهم مساحات ضيقه في الدار 50 متر و60 متر، فاش كيبغي يلبس الصباط حدا الباب كيخصو كرسي علاش يجلس ويطويه. كيحتاج بحال هذا الكرسي حدا الدوش، كيحتاجو في الكوزينه مثلا كتكون عنده كوزينه صغيره الا بغى غير شي بلاصه فين يجلس ولا جا شي واحد كيجمع معاه فين يجلس ما كيلقاش فين، كيكون عنده بالكون صغير كيبغي كرسي الا بغى يجلس في البالكون والا ما بقاش جالس يطويه باش يخلي ليه ليسباس. هذا الكرسي واعر. انت شوف هنا عاوتاني كيفاش كيجي كرسي ساهل انه يتصايب من الخشب وبسيط، ولكن الفكره ديالو واعره بجد الناس غادي يحتاجوه. الكيورد باش لقيت هذا الكرسي هي كرسي قابل للطي خشبي، هذه هي الكيورد باش لقيته. ندوز للبرودوي الثاني اللي لقيت. هو هذا عجبني بزاف هذا البرودوي. شوف كتبان لك علاش كالطاجيره عادي، ولكن هي في الداخل ديالها راه واحد المجال سري. اي واحد شافها راه غيقول غير طاجيره. هنا الناس اللي كيبغيو يحطوا فلوسهم في الدار كيتهزوا ليهم كيحطوا اي حاجه غيحتاجوا هذا البرودوي. واحد البرودوي اللي ساهل حتى هو يتصاوب، غيطلع بواحد الثمن اللي ما غاليش بزاف ولكن تقدر تبيعه بواحد الثمن طالع وكيحل واحد المشكله. يعني الناس ماشي كيحل المشكله صراحه ولكن الناس كيحتاجوه. الكرسي هو برودوي كيحل المشكل. قلت غنختار جوج، اختاريت ثلاثه. كاين واحد البرودوي اخر عجبني ما قدرتش نقول لا، برودوي عجبني بجد. الكيورد باش جبت هذا هي هذه رفوف خشبيه سريه، هي باش جبت هذا. البرودوي الثالث اللي عجبني بجد هو هذا. وعلاش اختاريت هذا البرودوي غير شفتو عجبني ما قلت ما يمكنش ما نختاروش. هو بحال شي مكتب كيتحل وكيعاود يطوى، ما كياخذش لي سباس وممكن ديرو كطاجيره وفي نفس الوقت راه مكتب. شكون اللي غيحتاجوه دابا فتره ديال الامتحانات؟ بزاف ديال الناس كيفكروا وليداتهم في طاولات على شي بريباري ومكاتب وما يقدرش يشري واحد المكتب اللي هو غالي. هذا ما غيطلعش بواحد الثمن اللي هو طالع. وواحد الفكره اللي زوينه اللي ممكن مورا كاع ما يفوتوا الامتحانات يستغلها انه يرتب فيها الادوات ديالو الكتب ديالو، يعني غيستغلها جوج استعمالات ماشي استعمال واحد. هاد ثلاثه البرودويات عجبوني بجد. وشتو الطريقه باش جبتهم؟ في الحصه الجايه غندوز معكم هاد البرودويات، غنقاد لواحد فيهم، غنختار واحد غنقاد ليه لي كرياتيف قدامكم. يعني حصه الاخرى غتكون كيفاش غنقادو لي كرياتيف، كيفاش غنخرج الزوايا التسويقيه. غنحاول نختار واحد من هاد لي برودوي، غنخلي لكم مفاجاه تعرفوا البرودوي اللي اختاريت. غنوريكم كيفاش قدامكم غنخرجوا الزوايا التسويقيه، غنعرفوا شكون هما الناس اللي غنستهدفوا بهذا البرودوي الباير بيرسونا، شكون هما الناس اللي غيحتاجوه. غنقادوا لهم لي سكريبت ديالهم، غنقاد لي كرياتيف قدامكم وغنتيستيو.
من بعد غنقادو حتى البروداكت بيج وغادي نطلقوا التيست وغنشوفوا الريزولت. خدم لينا هذاك البرودوي راه داكشي اللي بغينا، قدرنا نوصلوا فيه الهدف ديال 10 ديال لي كوموند، وصلنا في البرودوي الاول راه داكشي اللي بغينا. ما خدمش غندوزو للبرودوي الثاني اللي هو هادو اللي حطينا، ما خدمش غندوزو للبرودوي الثالث. الحاجه اللي كنغارونتي لكم بين هاد ثلاثه البرودويات كنغارونتي لك انه غيخرج واحد خدام وغنوصلوا به للتحدي. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحصه، تكونوا تستافدوا منها، عرفتوا كيفاش تقلبوا على برودويات في هذا النيش. نتمنى نكون فدتكم. هذا النيش ما كيدوي عليها حتى واحد قليل، شفت واحد الشخص، واحد الدري، واحد الشاب هو اللي كيدوي عليها الصراحه، وعجبني المحتوى ديالو. وانا تقريبا انا وهذاك الشخص هو اللي كندويو على هذا النيش هذه في المغرب، حتى واحد ما كيدوي عليها. واحد النيش اللي فيها بزاف ديال الفلوس، تقدر تضرب فيها فلوس صحيحه، نيش اللي تقدر تبراندي فيها، يولوا عندك واحد 5 ديال البرودويات خدام عليهم، وما فيهاش واحد المنافسه اللي هي كبيره، حتى واحد ما يقدر ينافسك، حتى واحد ما غيقدر يمشي يقاد بحال هاد لي برودوي. وبالنسبه للدراري اللي معنا في الكوميونيتي يقدروا يجيبوا نتائج في هاد النيش. هاد النيش هي اللي بارطاجيتها مع الدراري ديال الكوميونيتي، كل نهار كيشكروني، كل نهار كيقول لي الله يرحم ليك الوالدين حيت وريتينا هاد النيش. علاش؟ قدروا يجيبوا فيها ريزولت، شافوا فيها نتائج اللي هي مزيانه. حتى نتوما كنتمنى انكم تجيبوا فيها نتائج، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكون عجباتكم هذه الفكره. وباقي ما ساليناش هنايا الشباب، باقي ما ساليناش. قبل ما نسالي هذا الفيديو بغيت نموتيفيكم شويه. قلت لكم ان اغلبيه ديال الدراري اللي معايا في الكوميونيتي اللي تيستوى هذا النيش كيقول لي الله يرحم لك الوالدين. هاد الدري يلاه شهر دابا باش دخل معانا. بغيت الراي ديالكم. تيستيت هذا البرودوي، النتائج من بعد ما دازت 24 ساعه. شوفوا النتائج، شوفوا النتائج ديالو. 11 ويب سايت بيرشيز، كوست ديال $22. زيد ماشي غير هذا بوحدو، ماشي هذا الدري تيستا برودوي ديال درب عمر. ما بغيتش نوريه لكم حتى هو، باش نوريكم غير البرودويات اللي تيستاو في هذا النيش. اما هذا الدري حتى هو تيست 14 ويب سايت بيرشيز، كوست $38. زيد نوريك، زيد 3000 اوردر، 5000 اوردر. الخبايا ديال التصوير في الليل. كاك زيد نوريك. زيد هاو في التشالنج ديال اننا نوصلوا 10000 درهم وفي هذا النيش بالضبط. وبرودوي صناعي، هذا ريزونس ديال واحد البرودوي صناعي كنا خدمناه في التشالنج. 39 ويب سايت بيرشيز، كوست ديال 0.82. هادشي مع ناس معنا في الكوميونيتي. عرفتي علاش؟ حيت هاد الكلاس روم اي واحد دخل غيلقى هاد الكلاس روم فيها اي حاجه باش تنجح، فيها الخلاصه ديال التجاره الالكترونيه. هاد التدريب الاول حليت لهم عينيهم، يعني وريتهم الطريقه الصحيحه كيفاش يقلب على برودوي، كيفاش يقاد كرياتيف، كيفاش يقاد لاندين بيج. وانا كنقول لك فيديوهات اللي كيكونوا اكثر من ساعتين، فيديو ساعه و49 هذا فيه ساعتين، طريقه تحليل الحمله الاعلانيه ساعتين. علاش؟ حاولت في التدريب الاول نصلح لهم الاخطاء ديالهم. هاد فكر خالي الصندوق هي المحور الثاني اللي كنا دوينا عليه في جوج ديال الحصص. حاولت نبين لهم مجالات اخرى من غير المجالات اللي كيدوي عليهم كلشي، بحال ومنهم هذا المجال اللي قلت لكم دابا. هنايا كانت واحد الكيس ستادي ديال 300 مليون في المارشي ديال المغرب في مده 90 يوم. كان هنايا واحد تشالنج ان وصلوا لواحد لقاو برودكت وينين في اول تيست مع واحد من المتدربين ديالنا. هنايا كان واحد الحصه كيفاش يقادوا لي زوفر، هنا حصه ديال البراندين، هنايا اشنو السبب اللي ما كيخليش بزاف ينجحوا في الاي كوميرس، وهنا التشالنج ديال 10000 درهم. هاد التشالنج كلنا احسن تشالنج عجبني. علاش؟ كلشي الدراري جابوا فيها ريزورس. اي فيديو تلقطوا لك هنا غتلقى نتائج. انت الحلقه الثامنه دابا فيه، اي فيديو تلقطي لك غتلقى فيه نتائج ديال الدراري. ها نطلق لك هذا الفيديو عشوائيا، داكشي كيمشي عشوائيا. ها انت شتي نتائج سير. والدراري احسن حاجه في الكوميونتي انني كنتبع معهم عشوائيا النتائج. 5 الويب سايت بيرشيز، شوف كوست $0.73. ها انت مشي هنا زيد اي فيديو تلقطوا لي غتلقى فيه هنايا بلاتي. اخويا نسول سير ها انت عمر وكاع لي بروسيس شتي. ها انت شوف هاد الصدق. عمر ريزورس كما كتشوفها هو السيت. اي واحد طاح في شي مشكل راه لافونتاج كاين اللي غيقول لي وعلاش انت
الناس غندخلوا للكوميونيتي وهادشي غتبارطاجي معنا فابور، غنبارطاجي معاك فابور كيفاش تقدر تجيب لي كوموند الاولين. الكوميونيتي حنا واحد العائله بيناتنا، الدراري هنا كيحصلوا في مشاكل اللي هما كبار، كيفاش مثلا كيحصلوا في مشاكل مثلا كيحتاج لي اناليزي مع الداتا، عنده شي مشكل حصل كيحتاج لي يعاونو كذا، اما باش تجيب 10 ديال لي كوموند ولا الطريقه الصحيحه ديال الخدمه، هادشي وريتو ليك. وهادشي اللي بارطاجيت معاك في هاد السلسله كامله ما هو الا 1% من داكشي اللي كيدوز في الكوميونيتي. علاش حيت كتكون حاضر معايا في لي لايف كنبارطاجي معاك، انا نبارطاجي معاك دابا غير الاراء ديال الناس اللي معانا. وهذا الشيء علاش درتو، ها انت شوف هنا قلت لهم خلوا لي الراي ديالكم، قرا بوحدك. السلام كنت ديما بغيت نبدا في هذا الدومين ديال لي كوميرس، جربت لي فورماسيون، عييت من يوتيوب، قلبت مما كنلقاش داكشي اللي بغيت. وانا فيا واحد الديفو ما نكذبش عليك، فاش كان ما نكذبش عليك وقالت لك هي اللي فيا الديفو ما نكذبش. مي فاش كدخلت لهاد الكوميونيتي شفت الدراري تبارك الله كيديروا دي شيفر وعبدي الله اي حاجه كيعطيها لينا بلا حساب، وقررت نبدا. ودابا دومو تعلمت بزاف الحوايج، تعاونوا معايا الدراري هنا كنشكرهم كاملين. ها شوف قرا بزاف الصراحه برور بشاهد، كنهضر بحكم دخلت للكوميونيتي ديال الناس معروفين في الويب بزاف وبزاف ديال لي فورماسيون داخل فيهم وكوتشينغ. انا مفولويك في انستغرام تما فين كنشوفك، وحسيت فاش كتهضر على الكوميونيتي ديالك حسيت بهضرتك على كتهضر على شي حاجه انت كتبغيها ماشي شي حاجه دايرها غاستيب. والله اخويا عبدي الا دخلت وحسيت بهاد الانرجي اللي كتعطي في هاد الكوميونيتي كيفاش باغي لك خير لكل واحد يزيد لقدام بديك 20%. عقلتوا على 20% اللي شرحت لكم، هاد الدراري تاع الكوميونيتي كيشكروني عليها. علاش؟ حيت طبقوها وشافوا نتائج. سلام خويا عبدي الله، صراحه احسن حاجه درت هي ملي دخلت معاكم هنا، اي سؤال كيجاوبوني عليه. واللي عجبني في هاد الكوميونيتي كاين لاصق. واش فهمتي دابا علاش الكوميونيتي اصلا؟ كتقول لي بغيت نسجل معاكم حاليا، فاش انا كندوي معاك التسجيل مسدود، ولكن وريتك انه باش تشوف هادشي اللي كنقول لك انا، الا مشيتي طبقتي بغيتك غير تامن داكشي غنطبق نوريك، سير طبق وغتشوف ريزولت. اما حاليا التسجيل مفتوح غتقول لي وانا بغيت نسجل بغيت ندخل معاكم، غنقول لك اخويا غتبقى في ليست طونط، غتلقى لتحت الفيديو واحد اللين فيه الجوجل شيت اللي وريتكم اللي فيه الكيورد وفيه الداتا، تحت منه غتلقى واحد اللين ديال التسجيل. هذاك اللين فيه واحد الفورم، هذاك الفورم غتعمر معلوماتك وغتسنى انفو غادي نفتحوا التسجيل، غيكون اولويه للناس اللي معمرين معلوماتهم في هذاك الفورم. وبغينا غير الناس اللي صراحه كيطبقوا، الناس اللي ما كنتيش غتطبق، ما كنتيش غتنضابط، ما كنتيش عارف الاساسيات كيفاش تقاد ستور وكيفاش تطلق الاز، يعني كيفاش تمشي تقاد ستور، كيفاش تطلق كومبين بلا ما تدخل معنا. الناس اللي عارفين، وكل شهر كنحاولوا نقبلوا واحد العدد محدود ديال الناس، يعني في ديك ليست طونط غنبداو غنشوفوا الناس اللي فيهم معايير بطبيعه الحال بناء على هذيك الاسئله، وهما اللي غادي يقبلوا معنا. اما الا بغيتي تسجل حاليا فراه حابسين التسجيل. وعلاش بارطاجيت معك هذا الشيء؟ باش تعرف انه هذا الشيء اللي كنقول لك انا كاينين الناس طبقوا وشافوا نتائج. يعني هذا الشيء اللي غادي نبارطاجي في هذه السلسله سير طبقوا وغتشوف نتائج، وغيبان لك شي نتائج اللي غتشكرني عليهم حياتك كامله. غنبي نغير لك النظره ديالك على الاي كوميرس، غنبي نغير لك الفكره اللي انت واخدها على الاي كوميرس. ودابا نرجعوا للموضوع ديالنا باش غنساليو هذا الفيديو. حتى لهنا غتكون الحصه الاولى سالات، واحد الحصه اللي فريمون عياتني بجد. شحال دابا الساعه؟ غنحاول نشوف دابا 4:03. ها هي قدامكم 4:03 ديال الليل. فريمون فيا ما نمشي نعس من 10 وانا خدام، ولكن حيت هاد الحصه بغيت نحطها لكم اليوم تصورات دابا مع 4 ديال الليل، تخيل انها مع 8 د العشيه غادي تحط لك. ما بغيتش ناجل، بغيت كما انا قادر نضابط ونعطيك واحد الحصص بحال هكا، فانت غير سير طبق وغتشوف واحد النتائج. راه خاصكم الدراري غير الانضباط، والله ما خاصكم شي حاجه، خاصك تنضبط وتطبق هادشي اللي كنقول لك وغتشوف نتائج. انا كان فيا العيا، فيا الموت ديال العيا، ما قادش نكمل، وعقلي قال لي واش بغيتي كاع سير تنعس تا الغدا وصورها ولوحها بعد غدا. لا قلت لكم غنلوحها نهار السبت، هي غنلوحها نهار السبت. عينيا هما حمرين بزاف تاع العيا، ولكن نضابط. سير طبق هادشي حتى انت. راه الانضباط، علاش انا كنضابط؟ حيت عارف باللي الانضباط هو سر النجاح في اي حاجه. ما كنخليش دماغي يلعب عليا، اي حاجه قلت غنديرها اليوم غنديرها اليوم قبل ما الناس، ما يمكنش دماغي يلعب عليا. دابا بغيت الراي ديالك بهذه الحصه، ضروري تخلي لي الراي ديالك، سواء عجباتك سواء ما عجباتش، اي راي كان عندك خليه لي. نتمنى يكون هذا الفيديو عاونك ولو غير شويه، وفتح لك عينيك على المجال ديال التجاره الالكترونيه وشفتيه من واحد الجهه اخرى. ماشي بقات عندك ديك العقليه ديال الكوسميتيك والبرودويات ديال التليجرام هما اللي كاينين مجالات اخرين، خاصك غير تفكر خارج الصندوق.
وهذا الشيء جيتك انا من الاخير شرحت لك المجال ديال التجاره الالكترونيه وحليت لك عليه عينيك بالطريقه الصحيحه وبلا كثره ديال التسويق وبلا كثره ديال البرومو. فيديو سجلته عادي وحطيته ما فيهش مونتاج ما فيه والو، ولكن فيه بزاف المعلومات. وما تنساش فاستنينا دابا هذا الفيديو، بغيتك تخلي لي الراي ديالك في تعليق وتشارك هذا الفيديو مع 5 ديال صحابك باش تعاونهم. وإلا هذا الفيديو وصل 10,000 مشاهده و200 تعليق في قل من 24 ساعه، الحصه الخاصه بالكرياتيف غتكون يوم الاربعاء القادم. علاش؟ الا وصل ل 10,000 مشاهده و200 تعليق في قل من 24 ساعه غنعرف ان الاغلبيه فيكم مهتم، وغيخليني نزرب في هذا التحدي في اسرع وقت. اما الا بان لي انكم ما مهتمينش حتى انا غنقول علاش انا كنتقاتل وكنسهر الليالي وكنصور وكنبارطاجي الا كانوا الناس ما مهتمينش. داكشي علاش بينوا لي الا بارطاجيتي غير مع 5 صحابك وحطيتي كومونتير دابا ولا جوج، فراه غتقدر توصل هاد التشالنج وغتقدر انك تفوز في هذا التحدي، يعني نوصلوا ل 10,000 مشاهده و200 تعليق في قل من 24 ساعه. بالنسبه للناس اللي كيسولون على الرابط فين غيلقاو داك الجوجل شيت، غادي تلقاوه تحت الفيديو. هبط لتحت الوصف غادي تلقى الرابط، وغتلقى حتى اللين ديال الانستغرام. الناس اللي بغاو يمشيو للانستغرام، حيت كل مره كنبارطاجي ستوريات في انستغرام كنبارطاجي بزاف المعلومات في انستغرام، سواء في لي ريل سواء في ستوريات. اللهم يسر الشباب، الله المعين. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في الحصه الجايه.